اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. هنشوف هنا فيديو العروسة وهنفتح كل الضلف من فوق وتحت زي ما انتوا شايفين. المطبخ هنا للسقف، بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني عروستنا ويسعدها بكل حاجتها يا رب العالمين. بصوا هنا كان اطقم الرخامة كلها. اللي هيقول لي المطبخ والرخامة زحمة ليه؟ والله العظيم ده طلب العروسة يعني كل واحد حر في مطبخها. يعني انا بقول رأيي وكل واحد بقى يرجع لذوقه كده. هنا كانت الرخامة باللون الأسمر الجالاكسي. هنا أول ضلفة كانت معانا، كان طقم الاستانلس، وتحت كده كان طقم الجرانيت. هنا بسم الله ما شاء الله العروسة كانت جايبة كمية صواني حلوة خالص، صواني فرن، وكل طقم معاه الجريل والصواني بتاعته والقلاية والكازارولة واللبانة وكل حاجة. يعني الطقم بيكون كامل، حتى البراد بيكون في الطقم اللي هي جايباه. مش تنسونا بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ويلا بينا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. هنا كان البلاستيك، وهنا طقم خشب من اللي هو الاطباق، وتحت كده بقت الرفايع. يعني بصراحه المطبخ ده معظم الذوق بتاعه كان خالتها، يعني عشان ندي كل واحد حقه. يعني ده كان ذوقها في كل حاجه. ربنا يسعدها يا رب كده وعقبال اولادها جميعا. العروسة دي كانت من اسكندرية، كانت من محرم بيك، وانا كنت نزلت لكم تنويه عن الفيديو ده قبل كده، عن المطبخ ده قبل كده، بس مش كنت بقى فتحت الظرف الكبيرة ولا كده، ما كملتش يعني للاخر. نزلت لكم فيديو الشقة وهنحط لكم اللينك اللي عايز يشوف الفيديو كامل تحت في التعليقات. هنا الأجهزة الكهربائية، هنا الهاند بلندر والخلاط، وكمان مكنة سندوتشات حلوة خالص. كل ده كان فوق في المطبخ. وهنا كان طقم السمك، كان على شيالات، وطقم موبيلات صيني كده. وفوق كان طقم الصواني اللي هي الأكروبال، اللهم صل على النبي، لأ كانت البايركس، وصواني البورسلين. الأكروبال ده طقم تاني خالص. والله من كتر الأسماء الناس قعدت بتتلخبط في الحاجات، من كتر الحاجات اللي العرايس قعدت بتجيبها والأشكال والأنواع الجديدة كلها. ده بقى بقيت البلاستيك ده هنا كده بولات صغيرة على شكل قالب. والله مصلي على النبي، ده طقم كده اللي هو حفظ الطعام، حلل مدهبة كده. وده ترمس شاي. وده الضلفة دي اللي كانت للإزاز، نيش صغير كده، وندها برضو الناحية التانية كان في نيش برضو صغير. العروسة بسم الله ما شاء الله برضو كانت جايبة كمية إزاز كبيرة وكتيرة ومختلفة، ذوقها حلو وربنا يسعدها بكل حاجتها ويهنيها. المطبخ ده كان خشمونيوم. اللي الناس اللي بتسألني النوع اللي المطبخ ده ايه. وده كان للسقف عامل زي مطابخ دول الخليج كده. بحب بصراحة المطابخ دي جدا، وشكلها شيك وحلو وعملية. ده هنا كانت صفاية الأطباق. ده كان طقم العشاء باللون البني. كان في أطباق بني وكان في أطباق بيضة. ده هنا النيش التاني، الضلفة التانية كان فيها كده طقم قهوة وكمان كاسات. ده الطقم ده اللي هو 42 قطعة، بس العروسة كانت جايباه كان 48 قطعة. حتى سألت والدتها قالت لي والله الطقم ده 48 مش 42، كمان بيكون فيه كل حاجة. بيكون فيه بقى للعصير وللشاي وللقهوة، بيكون فيه حاجات كتير. هنا بقى بولات، وفوق كمان شفشق كده بالكوبات بتاعته، وكاسات ألوان باللون الأزرق والموف ده حلو خالص برضو. هنا بقى طقم الرخامة، صواني ومجات وطقم سكاكين وطقم توزيع وطقم بهارات. وتحت كده الضلفة دي كانت للبلاستيك، وكمان لصواني التقديم اللي هي الكبيرة، المقاس الكبير. وده هنا الطبق اللي بيفتح بيوسع، اللي هو بيكون ضغط ده حلو خالص برضو عملي. ده بيكون للحمام او العروسة عايزة تعمل في اي حاجة تنظيف الخضر وكده. وده هنا البوتاجاز كان فريش للعرايس اللي بتبقى تسأل على انواع. وده هنا الشفاط. فوق الشفاط كان في ضلفة كده، كان فيها كمان ازاز. وبقيت طقم العشاء، البراد والفناجين. حلوة الشفاطات بصراحة بتنفع،
يعني وتصميم المطبخ حلو بصراحة. يعني معظم المطابخ بيكون فوق البوتاجاز الشفاط ومش في حاجة، بيكون منها على الشباك على طول. لا ده مقفل الدنيا. وده هنا طقم شوربة بالحلة بتاعته وطقم توابل، وهنا تحت الأدراج. المطبخ كان فيه داخل فيه اللون الخشبي اللي هو زي ده كده، حلو خالص برضو. كل بقى الرفايع حدث ولا حرج، زي ما انتوا عارفين، المسكات والقطاعات والمضرب البلاستيك والميزان وحتى القمع وكل حاجة، والمعالق والسكاكين والمعيار وهرسة البطاطس والمبشرة وسكاكين والمقوار ومصافي بقى، مصافي كبيرة وصغيرة. وتحت هنا ازاز، ده الكوبايات، ده كله للشاي او النسكافيه. بصوا حتى الادراج بتاعت اللهم صل على بالتخزين كان محطوط فيها برضو الفوط. ده هنا بقى المطبخ من فوق. مش تتخيلوا بقى انا كنت طالعه على ايه وبصور لكم كده المطبخ من فوق، وكنت بفتح بالمقش. والله زي ما بكلمكم كده بالظبط، لان الارتفاع عالي جدا. يعني هي عايزه سلم. يعني العروسه لما تحتاج اي حاجه من الحاجات دي بقى السلم بقى. ده هنا طقم ستانلس بالكنك بالصواني. وده هنا طقم التيفال كله بقى بمشتقاته بقى، بالحلل بالصواني. بصوا هنا الضلفة هنا كمان اللي ندها الجهة التانية. ده الألمونيا، طقم ألمونيا، صواني برضو وصواني كيك على شكل أول بالكب كيك وكزرولة ولبانة. واللي فوق هنا طقم كمان حلل باليد زي الستانلس كده، بس ده منه ستانلس ومنه ألمونيا، كان حلو برضو خالص. وبراد، وده بقية الألمونيا. بصوا أنا بصور لكم وأنا فوق، يعني أنا كده واصلة للسقف من فوق. هنا طقم برضو حلل كده وصواني للفرن. هي بصراحة كانت جايبة أطقم الحلل كتيرة جدا، ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. هنا بقى من فوق جبت لكم المطبخ بقى كله بقى من فوق وانا واقفة كده في العلالي. ومش تنسوا بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لي بقى رأيكم ايه في الكومنتات، وعقبال أولادكم جميعا، واللايك والشير.